حبايبي يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير وصحة وسلامة. حبايبي اليوم أكلتنا أكلة عراقية طيبة لذيذة جدا سهلة وسريعة الكل يحبها، وهي أكلة المخلمة. أكيد أنتم سامعين عنها. أكلة المخلمة هي أكلة تنفع للريوق، الفطور والغداء والعشاء. أكلتنا تتكون من اللحم المفروم ويا ورق الغار، البطاطا المكعبات صغيرة، بصل مكعبات صغيرة، فلفل حلو مكعبات صغيرة، طماطة بندورة مكعبات صغيرة، والبيض. طبعا الزيت راح نستخدم بهارات فلفل أسود، ملح، قرفة أو دقيق، بابريكا حلوة، وهيل وكركم. خليكم وياي نروح على الطباخ ونشوف طريقة العمل. حبايبي هسه راح نبلش طريقة عمل المخلمة. أول شي نحط الزيت تقريبا 3 ملاعق أكل. راح نبلش نذبل البصل. طبعا أطيب شي هي يكون بيها خضار هواية أكثر من اللحم. يذبل البصل وارجع لكم حبايبي. هسه راح اضيف بعض البهارات على البصل مالتي، مو كلها، اوكي. ملح، فلفل اسود، كركم، بابريكا، وقرفة وهيل. يذبل البصل ونرجع. حبايبي هاي المخلات مالتي والزيت مالتي سخن تقريبا. راح اضيف البطاطا احمرها واخليها على جنب الى ان تستوي عندي باقي المكونات. هسه دور الفلفل الاخضر الحلو يذبل ونحط اللحم. هسه دور اللحم المفروم وورق الغار. بعد ما ذبل عندي اللحم وتقريبا قارب على الاستواء اضيف باقي البهارات واخلط زين واتركه. هسه اجى دور البندوره، الطماطة الحلوه مالتنا المقطعه مكعبات تذبل ونشوف ايش راح نسوي وراها. راح اعصر هاي النص ليمونه اللطيفه حتى تعطيني نكهة حموضة وتشيل أي زفرة موجودة. هسه راح نضيف البطاطا بعد ما وصلت لهاي الدرجة من التحمير. بعد ما ضفنا البطاطا مالتي المتحمرة راح أقلب زين وأخفق البيض على جنب وأخلي البيض فوقه، وراح أراويكم الطريقة. هسه كسرنا البيض وتأكدنا إنه كله سليم. راح نخلطه ويا شوية ملح ونضيفه على خلطتنا اللذيذة. حبايبي هذا نعناع أنا جبته ونشفته. هسه راح أحط خلطتي السحرية هاي أو النكهة هاي اللي راح تعطيني طعم ولا أروع على البيض قبل لا أضيفه على مكوناتي. هسه خلطة سريعة ونضيف البيض هنا. الله الله يا سلام حبايبي. هسه اللمسة الأخيرة إضافة البيض على وجه الخلطة مالتي. نساويه كله ونتركه على نار هادية حار ونغطيه، وراح تشوفون شلون أكلة لذيذة ولا أروع ولا أطيب. خليكم يعني حبايبي. وهذا عشانه جاهز أطيب عشاء المخلمة العراقية ولا أروع. هذا الخير. هاي السلطة مالتنا والخبز العراقي والمخلل والمايونيز والكاتشب. هسه راح نقطعها ونراويكم الروعة. شي ولا أروع. هذه مخلمتنا ما شاء الله. شوفوا المنظر. لازم نذوقها طبعا مستحيل نتركها هيجي. الخبز العراقي اللذيذ. شوفوا هاي اللقمة بضع كثير منها. بسم الله. إحساس السعادة شيء
روعة. هاي المحلمة العراقية طعم ولا أروع، أكلة سهلة وسريعة ولذيذة جدا. أتمنى تكون نالت إعجابكم حبايبي. جربوها وما راح تندمون وراح تدعوا لي إن شاء الله. سهمكم العافية، ونلتقي بفيديو جديد من طبخاتي بنفس أمي. حبايبي يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي.